السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على ماتش الزمالك والمصري. بعض النقط اللي حصلت، بعض التفاصيل الصغيره اللي عملها المدرب يانيك فيريرا. هل النقط دي اتنفذت في ملعب ولا لا؟ الافكار دي اتنفذت في ملعب ولا لا؟ قبل ما نتكلم في المباراه لازم نشكر جماهير نادي الزمالك اللي ورا فرقتها في اي حته، ورا فرقتها حتى لو في بلاد الهيمالايا. جمهور نادي الزمالك ده بيثبت كل يوم عن يوم ان هو فعلا زي ما بيتقال، جمهورك كتب بايديه معنى الوفاء. هو ده جمهور نادي الزمالك. بنشكر كل الناس اللي كانت في الملعب، كل الناس اللي فضلت تشجع من الدقيقه 1 لغايه الدقيقه 90. الناس دي هي اللي جابت المكسب، الناس دي هي اللي هتجيب البطوله ان شاء الله في اخر السنه. الناس دي فعلا هي اللي بتتعب، هي اللي بتسافر، هي اللي ما بتكسبش حاجه. الناس دي هي اللي هتجيب البطوله ان شاء الله. وفي اخر السنه هنحتفل كلنا ببطوله الدوري اللي كل الناس بتشكك فيها ان شاء الله. تمام. قبل ما نبدا في المباراه، عايزك تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتصلي على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الكومنتات. هنبدا بتشكيله المباراه. تشكيله المدرب يانيك فريرا. بدأ بمحمد صبحي، عمر جابر يمين، محمود بنتاج شمال، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد قلبين دفاع، نبيل عماد دونجا نص ملعب، وجنبيه عبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، يمين خوان بزيرة، شمال ادم كايد، وقدامهم قلب هجوم عدي الدباغ. هنبدا نتكلم في اول حاجه في الماتش اللي هو بدايه المباراه. بدايه المباراه كانت ان هو في اول دقيقه في الماتش تسقيطه، كره عاليه بعد السنتره، دغموم شاط الكوره بس جت في نص الجول. تمام. بعد الكره دي على طول الزمالك بدا هو يمسك كوره، بدا يلعب كوره على الارض. يعني بصراحه يعني بدايه مبشره محمد اسماعيل، ونبدا نقول خف على مكانك يا ونش. يعني احنا عشان نكون نتكلم بصراحه النهارده، محمد اسماعيل ادى كويس جدا، نبيل عماد دونجا ادى كويس جدا، عمر جابر ادى كويس جدا، ادم كايد في ظل ان هو بيلعب في مركز مش مركزه ادى كويس. بس كل واحد هنتكلم عليه على انفراد. يعني محمد اسماعيل النهارده اول ماتش وماتش مصري، فرقه كوره، فرقه بتلعب بريس عالي، بتضغط عليك ضغط عالي. هو اللعيب ياخد الكوره واثق في امكانياته، تقيل راكز على الكوره، ما بيطفش، ما بيلعبش كوره عاليه وخلاص، لا هو عارف هو بيعمل ايه. يعني في كوره لولا ان هي طلعت اوف سايد وطولت شويه على عدي، هو مدي ثرو باص من قبل نص الملعب، خلى عدي الدباغ هو والجون انفراد. تمام. دي حاجه. تاني حاجه، الزمالك بدا ضغط عالي، وغير ان هو بدا ضغط عالي من اول الماتش يعني لغايه الجول لما دخل. هو الزمالك في ماتش مثلا مودرن، في ماتش سيراميكا، في ماتش فاركو، الضغط العالي كان بتاعه كان بيبقى ماتش يعني بيبقى ضغط ايجابي، ضغط اللي هو ضغط طول الملعب، بس انا ما بستناش، ما بحلقش على الكوره. تمام. يعني انا ما بحلقش، انا بضغط ان انا اجيب الكوره. تمام. واللي ذكي جدا في دي، يعني اللي ذكي، اللعيب الذكي جدا في الحركه دي او في الضغط ده، هو خوان بزيرة. يعني اذكى لعيب انا شفته في الزمالك الفتره اللي فاتت دي كلها في الماتشات اللي هو لعبها من اول ماتش المقاولين. يعني هي المعنى لكلمه الضغط العالي بزيرة بيعملها، بيقفل زاويه التمرير، بيقفل على اللعيب ان هو يطلع اسام بالكوره. انا في فرق ان انا اقفل زاويه التمرير وبدي مساحه للعيب من حته ثانيه يطلع بالكوره او حتى يرجع بالكوره، لا هو بيزيرة بيقفل كل ده. تمام. هو كان يانيك فيرا بيعمل تركايه بسيطه كده، اللي هو كان بيعمل ايه؟ كان بيخلي ناصر ماهر واخوان بزيرة وعمر جابر الثلاثه دول قافلين الجبهه بتاعت منذر طمين وعمرو سعداوي. تمام. واحنا ما شفناش منها اي خطوره، لان هو المصري لما بيطلع بالكوره ناحيه منذر طمين، من ناحيه عمرو سعداوي، او من الناحيه الثانيه بتاعت كريم العراقي ودغموم. تمام. المصري ما بيطلعش الكوره من قلب الملعب، لان اذا كان مخلوف او اذا كان احمد علي عامر حتى لو هو لعيب كويس جدا وواعد يجي منه، بس مش هيعرف يحرك الفرقه. في يانيك فيريرا ولاعيبه الزمالك كانوا مخليين الجبهات بتاعه النادي المصري راكنه ورا، كانوا قاطعين ميه ونور على اللعيبه اللي قدام بتاعه النادي المصري، اذا كان منذر طمين او حتى دغموم او حتى صلاح محسن. يعني صلاح محسن كان بيرجع عشان يستلم. تمام. مع ان صلاح محسن محطه كويسه جدا، بس كان بيرجع عشان يستلم الكوره. تمام. غير كده ان هو قطع عليك ميه ونور، ان هو خلى لك زي ما احنا قلنا الثلاثات او المثلثات اللي بتتعمل ناحيه اليمين او المثلث اللي بيتعمل ناحيه الشمال، هو خلاص قفل لك على اللعيب اللي هيطلع بالكوره. كل زوايا التمرير، حتى ان هو اللعيب ذات نفسه مش هيمر الكوره، هيطلع بالكوره خلاص، في ضغط عالي، مفيش
حاجه هتحصل من لعيبه المصري، وهو ما كانش فيه غير كوره اللي هي بتاعت صلاح محسن لما ريحها لمحمود حماده اللي تعرضت من الناحيه الشمال، وشكرا في الشوط الاول يعني. تمام، دي حاجه. نيجي للحاجه الثانيه. يانيك فيرا عجبني في ايه؟ يانيك فيرا كان بيلعب في ظهر مدافعين النادي المصري، في ظهر المساحه اللي بين المساك والباك، كان عودية الدباغ بيقطع فيها، وكانت الكره بتتسقط له من ناصر ماهر او من عمر جا او من عفوا او من نبيل عماد دونجا او من محمد اسماعيل حتى زي ما قلنا، او من عبد الله السعيد. والكره دي اسفر عنها ان هي كان حصل منها انفراد في الدقيقه 7 وعودية الدباغ حطها في جسم الجون، غير ان هي حصل منها الانفراد دوت. نبيل الكوكي قرا اللعبه بتاعتك على طول، قام لاعب لك على مسيره التسلل. لما هو لعب لك على مسيره التسلل انت عملت ايه؟ بقى بيخلي زي ما انا بضغط بالثلاثه دول ناحيه اليمين وبالثلاثه دول ناحيه الشمال، انا هجيب لك حاجه هو عملها لما تلاقي الناحيه اليمين فيها زحمه وفيها زي ما بيقولوا كده بلغه الكره ايه، ضرب كتير. تمام، انا عامل ايه؟ نقل الكره ناحيه الشمال، وهوريها لك معايا دلوقتي في لقطتين حصلوا. هي حصلت كذا مره بس انا جايب لك لقطتين. كان بيعمل ايه؟ هو ادم كايد مش لعيب مهاري، مش لعيب مهاري، هو مش لعيب مهاري ان هو يعدي واحد على واحد، لا هو لعيب مهاري بس يديك 10. يعني ادم كايد بالثرو اللي عمله النهارده لناصر ماهر في الجول الاول، تمام، لا اللعيب ده يديك 10. وفي كره في الشوط الثاني برضو ادم كايد عملها لك، اللي هو اداها لناصر ماهر. ناصر ماهر لو كان ريحها تاني ادم كايد كانت الكره جون، بس انا ما اعرفش هو ناصر ماهر لف وعمل ايه. بس هنتكلم في الكوره، انا هوريك دلوقتي الكوره. ادم كايد كان بياخد كريم العراقي وينزل بيه تحت، بيفضي الكوره يعني بيفضي المكان لمحمود بنتايج. كان هو بياخد كريم العراقي، لان كريم العراقي نبيل الكوكي كان مخليه مع ادم كايد، مع ان نبيل الكوكي لو كان مركز في المباراه او مركز او ذاكر الزمالك شويه كان هيعرف ان ادم كايد خطورته مش على الخط، اللي هو ما يخليش كريم العراقي يمسكه، ما يلعبش معاه مان تو مان. تمام، العب مع بيزيرا عمرو سعداوي يلعب معاه مان تو مان، وبرده فاشله، لان بيزيرا كده كده هو بياخد الكوره وبيجي لك. يعني هو بيزيرا مش مستنيك انت تجيله عشان يرقصك، لا هو بيزيرا بيجي لك عشان يرقصك. تمام، اذا كان واحد او اثنين او ثلاثه، وشفناها النهارده في الكره اللي عدى فيها من 3 لعيبه. بس احنا هنتكلم على ادم كايد لان الكره دي حصلت كذا مره، وده فكر مدرب، يعني مش هتحصل، مش هتتكرر كده غير لما يكون فكر مدرب. هو ادم كايد بياخد كريم العراقي وينزل تحت في نص الملعب، بيفضي مكان، انا هجيبها لك اهي، فضى مكان لمين؟ فضى مكان لمحمود بنتايج. عبد الله السعيد على طول، اللي هي المثلث اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هم ال3 لعيبه اللي في الجبهه الشمال. عبد الله السعيد من وان تاتش على طول بيطلع محمود بنتايج، ولما بيطلع محمود بنتايج لعيب برجله واسع، لعيب مهاري، باك مهاري بيعرف يرقص وبيعمل فنتات، ولعيب الاوفرات بتاعته حلوه. يعني هو محمود بنتايج عمل اوفر الثرو اللي حصل بينه وبين عبد الله السعيد، ولعبها اللي جت لناصر ماهر بعد الجول الاول، وناصر ماهر لعبها جنب العارضه. نيجي بقى نتكلم على التحضير من تحت وبنايه الكوره من تحت خالص. كده كده محمد صبحي خلاص هو ضمن مكانه، عشان هو حارس مرمى بيعرف يلعب برجليه كويس ورجليه مظبوطه. يعني كام كره كان بيلعبها طويله وبتبقى قويه، اذا كان عمر جابر او اذا كان محمود بنتايج، وكانت الكره بتوصل لهم بالمقاس. تمام، يعني هو ما شاء الله عشان بس ما نحسدوش، هو كورته برجليه حلوه جدا. تمام، فلما كان بيتقفل على لعيبه نادي الزمالك والضغط العالي اللي كان بيعمله لمصر، كان بيتقفل زوايا التمرير، ومحمد صبحي كانت الكره بتبقى معاه، كان بينزل يا عبد الله السعيد يا بينزل دونجا. تمام، ينزل يستلم، وكده كده في 2 لعيبه من المصري ضاغطين، وفي لعيب بينزل يسقط مع اللعيب اللي ينزل يستلم الكوره. تمام، ما كانش فيه فزلكه النهارده، ما كانش فيه فزلكه، ان الكره اول لما بتيجي لنبيل عماد دونجا كان على طول من لمسه واحده عمر جابر. الناحيه الثانيه عبد الله السعيد اول لما بيستلم الكوره من لمسه واحده لمحمود بنتايج. كده انا خرجت 3 لعيبه، اللعيب اللي مع عبد الله السعيد او اللعيب اللي مع عماد دونجا، الاثنين اللعيبه اللي قافلين زوايا التمرير، انا خرجتهم بره الكوره، وانا هاجم وطلعت بالكره صح، وبدات هجمه على نظافه زي ما بيقولوا. بس كده الشوط الاول خلص. عشان برضو ما نقللش من مجهود لعيبه نادي الزمالك ان احنا نقول ان المصري كان وحش. فرقه المصري ما كانتش في مستواها، بس ده لو هيدل ان لعيبه الزمالك كانت رجاله، والمدرب كان مذاكر المصري كويس، عكس نبيل الكوكي اللي ما كانش مذاكر الزمالك. يعني انا لما هلاعب كريم العراقي مان تو مان على ادم كايد وعمرو سعداوي مان تو مان على بيزيرا، انا كده ما ذاكرتش الزمالك. تمام،
هنروح بقى نتكلم على الشوط الثاني، بس قبل ما نتكلم في الشوط الثاني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتصلي على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الكومنتات. الشوط الثاني ما كانش فيه حاجه كتير يعني، مع ان انت جبت فيه جونين بس ما كانش فيه خطوره كتير، ما كانش فيه كوره كتير تحس ان لعيبه المصري خلاص يعني هو الماتش بالنسبه لهم خلص، ما تحسش ان كان فيه روح في الملعب من لعيبه المصري. بس هنتكلم بس على الجون الثاني عشان لازم نقف عنده شويه. الجون الثاني ايه اللي حصل؟ الجون الثاني عشان ندي بس لنبيل عماد دونجا حقه، لان الكره بيزيرا هو اللي وقف ودخل في وسط الثلاثه ولف بالكوره، وقف على الكوره وعرف يلف جسمه وزقها لعمر جابر، وعمر جابر بوش رجله في البعيده. بس نبيل عماد دونجا انا هناك دلوقتي يا دونجا والله الكره هنا، يعني هي الكره هنا، انت لما حطيت دماغك في الكوره بس وفضيت دماغك من اللقطه، انت بقالك يعني 3 4 ماتشات لا احنا مبسوطين بيك والجمهور بيندهلك لك في الملعب. انت الكره دي يا دونجا لازم نديك حقك ان انت السبب فيها. انت الباص اللي عملته كسرت بيه الخطوط اللي على الارض، الايجابي اللي لقدام، باص على الارض اهو وصلت لبيزيرا، بقى هو لف وراح على الجون. تمام، عشان بس ندي لكل لعيب حقه. يعني الكوره دونجا باص سهل، كره سهله، الكره هنا، الكره هنا، مش عشان لقطه، مش عشان جرينتا. تمام، الكره مش جرينتا بس، الكره هنا. نيجي بقى قبل ما نختم لازم ندي بس ايه لكل لعيب حقه. تمام، هو محمد صبحي النهارده ما كانش عليه اختبارات كتير، تمام، بس كان بيعرف يطلع الزمالك بالكرة كويس حتى وهو تحت الضغط. تمام، خلاص يعني محمد صبحي بدأ اللي هو يقولوا ايه، بدأ يتعجن والخبرة بدأت تظهر عليه. حسام عبد المجيد النهارده عاقل، شابوليك، عاقل 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 من هنا للسنة الجاية. ماتش من زمان ما شفناهوش لحسام عبد المجيد فعلا. يعني انا بزعل لما اشوف خالد صبحي اساسي المنتخب قاعد دكه للمصري الباهر المحمدي، تمام، وانا حسام عبد المجيد بالماتش اللي هو عامله ده ما بيلعبش اساسي. يعني ارجو من كابتن حسام حسن يعني راعي ضميرك بس. محمد اسماعيل والله يعني انا شفت فيديوهات لكابتن اشرف قاسم، يعني ما حضرتوش ما عاصرتوش بس شفت فيديوهات ليه. محمد اسماعيل ده تكمله للمسيره دي، يعني محمد اسماعيل من الريحه دي بتاعت كابتن اشرف قاسم. تمام، عمر جابر غير الجول اللي هو عمله. هنتكلم بس على حاجه بسيطه. نبيل عماد دونجا لما بدا يعرف ان احمد ربيع راجع من الاصابه، محمود جهاد راجع من الاصابه، وبدات الجماهير تطالب باحمد ربيع، وبدات الجماهير تطالب بارون اللي لسه جاي اللاعب الافريقي. عمر جابر انت النهارده شفته الماتش ده ما عملوش من 2023 من ايام ما كان في بيراميدز. تمام، نبيل عماد دونجا بدا لما تلاقى ان هو خلاص مكانه هو مش حاسس بيه او مش ضامنه بدا يديك. تمام، غير عمر جابر انا هقول لك حاجه، يعني احنا عايزين وينج شمال ذكر، عايزين وينج شمال ذكر يبقى قدام محمود بن تايج ونيم افريقيا دي من المغرب في الجبهه دي. يعني عايزين وينج شمال ذكر قدام محمود بن تايج، والجبهه دي هتبقى بالنسبه لاي فرقه انت مستبيح الناحيه اليمين بتاعت اي فرقه. والله لو لعبت مين هتبقى مستبيح الحته دي، بس عايزين وينج شمال يكون ذكر، وينج شمال يكون ذكر. تمام، عبد الله السعيد كلامي هيبقى مجروح فيه. ناصر ماهر، يا ناصر لما لعبنا للفرقه، لما ادينا الكوره حقها ولعبنا للفرقه مش للقطه، الكوره اديتنا. تمام، واسست. واخوان بزيره، اخوان بزيره بقى انت ده لاعب شوارع ده، يعني ده انت اديله الكوره هو لاعب جريء، لاعب واثق في نفسه واثق في قدراته، لاعب مستفز، مسمار في ارض الملعب. اديله الكوره هو هيروح على واحد وهيروح على الثاني والثالث وهيعدي وهيعمل اللي هو عايزه. تمام، لازم ندي حق عمرو ناصر النهارده لما نزل التيك اوف بتاعه في الكره اللي الجون بتاع عصام ثروت، الجون بتاع المصري شالها، الهيد اللي هو التيك اوف والتوجيه بدماغه. لا عمرو ناصر هيمسك في الفرصه وهيجي منه. احمد شريف محتاج يشتغل على نفسه ومحتاج عشان ياخد فرصته. عبد الحميد معالي باين ان هو لعيب يجي منه، باين ان عبد الحميد معالي يجي منه. عدي الدباغ بقى انا سايبه للاخر عشان عدي الدباغ، عدي انت مهاجم نادي الزمالك، في تحتيك عمرو ناصر لما نزل عمل فرق،
لما بينزل ناصر منسي بيبقى عايز يعمل حاجه ويثبت نفسه، وسيف الجزيري بدأ يرجع، خلاص اعتذر وراجع. فعدي علي الفينش بتاعك، لازم تزود الفينش بتاعك. انت الفينش بتاعك في الضياع، سيبك من الجون اللي انت جبته، ان شاء الله يبقى فتحه خير عليك، وان شاء الله تأدي، وان شاء الله تبقى هداف الدوري يا عم، بس بعد اذن علي الفينش بتاعك. تمام. في اخر الفيديو زي ما حييناهم في اول الفيديو هنحييهم في اخر الفيديو، جمهور نادي الزمالك انتوا رقم واحد، احنا اللي يعني انتوا اللي هتجيبوا البطوله، يعني الناس اللي بتروح الملعب دي هي اللي هتجيب البطوله، والبطوله دي هتبقى باسمهم ان شاء الله. بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله هتبقى باسم جماهير نادي الزمالك. وفي اخر الفيديو انا متشكر ان انت وصلت معايا في اخر الفيديو، يعني وصلت لغايه هنا. سيب لي كومنت، قول لي ايه رايك في المحتوى اللي انا بقدمه. لو مش هضايقك تعمل لايك، تعمل سبسكرايب للقناه، وتزق معايا القناه شويه. سلام.